اخر حاجه شفناها في الموسم اللي فات ان ديكستر قدر يتخلص من ميجيل برادو، وكمان قدر يتخلص من السفاح السالخ اللي كان اسمه كينج. وفوق كل ده بقى في حياه ديكستر اختلفت تماما، لانه قدر اخيرا يتجوز ريتا بشكل رسمي وقدر يعيش حياه سعيده لاول مره في حياته. ولكن هل الموضوع خلص على هنا؟ للاسف يا صديقي انت لسه ما شفتش حاجه ومحتاج تتفرج معايا لنهايه الموسم ده، لان لسه الموضوع كبير. تمام جدا. بيبدأ الموسم الجديد بعد فترة من أحداث الموسم اللي فات، وبنشوف حاليا شخص كده عجوز بيكون شكله غريب حبتين. الشخص ده بيكون حرفيا عاري تماما وفي بيت كده بتاع بنت اسمها ليزا بيل. ومرة واحدة الغريب ده بيظهر لليزا وبيكتم بقها وبيسحبها للبانيو وبيفضل يخنق فيها، وفي النهاية بيقتلها بشكل بشع عن طريق يعني انه بيقطع الشريان الرئيسي اللي موجود في رجلها وبيخليها تنزف لحد ما تموت عشان تحس بالألم حرفيا أكتر وقت ممكن، ويسيبها زي ما هي كده في البانيو تموت وبيمشي. وقدام هنعرف مين الشخص ده وليه بيعمل كده، ولكن مبدئيا يا صديقي ده سفاح كده زي ما انت شايف وليه اسلوب خاص في قتل ضحاياه. عامة على الناحية التانية بقى بنشوف ديكستر حبيبنا بيلف بعربيته كالعادة في الليل، بس ديكستر ما بيكونش لوحده زي كل مرة بيلف في الشوارع بتاعت ميامي. لا، ديكستر حاليا بيكون مع الطفل هاريسون. طبعا بتسأل دلوقتي مين الطفل هاريسون ده؟ بكل بساطة يا صديقي هاريسون ده ابن ديكستر وريتا، لانهم بالمناسبة خلفوا. وديكستر حاليا عايش دور الاب المثالي اللي واخد ابنه وبيلف بيه بالعربيه عشان يعني ينيمه، ولكن ديكستر بيفشل في كل ده فبيضطر يرجع للبيت في النهايه. تاني يوم بقى بيصحى ديكستر وبيبان عليه التعب وعدم الهدوء بسبب يعني شكل حياته الجديد، لان ديكستر حاليا عايش في بيت جديد مع ريتا وولادها ستور وكودي وكمان يعني ابنه هاريسون الجديد ده. حياه ديكستر تحس كده ان هو مش متعود عليها نهائيا وكلها ازعاج، لكنه بيحاول يتعود على الحياه دي. المهم ديكستر حاليا بيجهز نفسه عشان يروح على المحكمه، وبنعرف ان ديكستر جاي المحكمه النهارده عشان يشهد على مجرم خطير اسمه بونيتو جوميز. وبينيتو ده صديقي يبقى ملاكم هاوي، وبعيدا يعني عن الملاكمه فبينيتو هو مجرم خطير، والمفروض انه النهارده بيتحاكم عشان قتل اب قدام ابنه الطفل. وبيكون الطفل ده حاضر دلوقتي المحكمه، وكمان الضابط كوين حاضر المحكمه لانه الضابط المسؤول عن القضيه دي. المهم ديكستر بيبدأ دلوقتي يتكلم، والمفروض انه هيقول يعني ادلة تدين بينيتو جوميز، والادلة دي خاصة بتحليل الدم اللي هو شغل ديكستر اصلا في شغل الشرطة. لكن ديكستر بيبدأ دلوقتي يتلعثم ويتلخبط في الكلام ويقول كلام كتير غلط، وفي النهاية بيتسبب ان مفيش اي جريمة بيتم اثباتها على بينيتو جوميز وبيقدر يخرج براءة. وحاجة بقى كده على جنب يا صديقي، ديكستر قصد اصلا ان هو يطلع بينيتو براءة عشان الوقت يسمح له يقتله بنفسه على كل جرايمه دي بره المحكمة. على الجانب الاخر بقى وفي نفس الوقت ده بنشوف حاليا ديبرا اخت ديكستر في بيتها مع انطوان، واللي بنعرف انهم بقوا يعني شبه متجوزين حاليا وعايشين سوا، ويخلينا نمشيها شبه عشان يعني ما نخشش في حاجه حرام. المهم لما بتخلص ديبرا اللي هي بتعمله ده بتروح تقابل واحده اسمها فرانسيس، وفرانسيس دي تبقى شغاله في ارشيف قسم ميامي. ومفروض يعني ان ديبرا بتقابلها من وقت للتاني عشان تاخد ملفات تخص ابوها هاري، ان ديبرا عاوزه تعرف بالظبط هل هاري كان ليه علاقه بحد تاني غير امها، والحد ده من المخبرات السريين اللي كانوا شغالين معاه ولا لا. ليه بقى؟ لان ديكستر سبق وقال لديبرا ان ابوهم هاري كان على علاقه محرمه بمخبره سريه من ورا ام ديبرا، وده يعني اللي مضايق ديبرا لغايه دلوقتي. فبالتالي هي بتبحث في الامر عشان تتاكد. والعلم المخبره السريه اللي المفروض ان هاري كان على علاقه بيها تبقى لورا موسر، اللي هي اصلا ام ديكستر الحقيقيه زي ما قلنا قبل كده الموسم اللي فات. في كل الاحوال بيوصل دلوقتي ديكستر عند الاسم زي ديبرا بالظبط، وبيقابله هناك الضابط كوين اللي بيفضل بقى يوبخ فيه عشان خرج بينيتو براءه. فبيعتذر ديكستر لكوين وبينتهي الموضوع. بعدها بقى بتجمع ماريا ديكستر وكل اللي في الاسم وبتعرفهم حاليا ان في جريمه جديده لازم يروحوا يحققوا فيها. فبيروحوا الكل فعلا بما فيهم ديكستر لبيت ليزا بيل اللي قلنا في البدايه يعني ان في شخص عجوز غريب كده قتلها. وحاليا بقى بيفحص ديكستر وماسوكا مسرح الجريمه ومش بيلاقوا اي دليل يثبت التهمه على القاتل، لا ده بيكون كل الادله حرفيا تثبت ان ليزا انتحرت مش اتقتلت. ولكن الكل بيكونوا عارفين ان دي جريمه قتل وان القاتل محترف، وعشان كده وضح انها جريمه انتحار مش اكتر من كده لكنها جريمه قتل. بعد شويه بيخرج بقى كوين من مسرح الجريمه وبيقابل صحفيه كده اسمها كريستين، وبتطلب دلوقتي كريستين من كوين معلومات كده يعني عن القضيه عشان تكتب عنها. ولان كوين اعجب شويه بكريستين من اول نظره حرفيا بيديها دلوقتي معلومات كتير. وخليك فاكر بقى يا صديقي كريستين دي لقدام لانها برضه مهمه معانا. المهم بنروح بقى لديكستر اللي بيرجع للاسم وبيبدا يبحث عن بنتينو كوميز، وبيقدر ان هو يعرف بيته والاماكن اللي بيتردد عليها، وبيقرر انه هيقتله في حلبة ملاكمه مهجوره كده جنب البيت بتاع بنيتو. بعدها بقى بيروح ديكستر في الليل الحانه اللي بيسهر فيها بنيتو، وبيبدا بقى يراقبه استعدادا انه يجهز لقتله. في نفس الوقت ده برضه بنشوف ان انجل
بيروح لماريا بيتها، وبنعرف ان في علاقه برضو محرمه. يعني بص، هو كل العلاقات اللي عندهم هنا محرمه، استغفر الله العظيم. المهم يعني ان الموضوع مهم جدا لقدام، فخليك فاكره. عامه تاني يوم بيروح ديكستر لنفس مسرح الجريمه بتاع ليزا بيل، وبيبدا بقى يفحصه من جديد. واثناء الفحص ده بيلاقي ديكستر بقعه دم تحت البانيو، ولكن البقعه دي بيكون واضح انها قديمه جدا جدا. فبياخد بقى ديكستر عينه منها عشان يدرسها. وقبل بقى ما يمشي ديكستر من المكان، فجاه بيتفاجئ بالعميل اللي موجود في الاف بي اي اللي اسمه لاندي. ولو مش فاكر مين لاندي، فده عميل الاف بي اي اللي حاول قبل كده لو تفتكر في الموسم الثاني يوصل لديكستر، وكان شاكك انه سفاح، لكنه يعني لو تفتكر بعد الشك ده عن راسه ومشى. وحاليا بقى لما بيشوف ديكستر لاندي في المكان بيتعصب جدا، لانه ممكن يشك فيه تاني ان هو السفاح. وبيعرف ديكستر ان لاندي دلوقتي جاي لميامي عامه، يعني لسبب معين كده، بس هو لسه ما يعرفش ايه السبب ده، بس اكيد هيعرفه قدام. دلوقتي بقى اتكلم لاندي مع ديكستر وطلب منه ان هما يبقوا يقعدوا سوا بعدين في القسم. فبيوافق ديكستر وهو متوتر شويه، بس بيعدي الموقف. بعد كده بقى بنشوف ان ديكستر بيبحث تاني عن بينيتو جوميز عشان يعني يشوف هيخطفه منين بالظبط بحيث يقتله. ولما بيستقر بقى ديكستر على كل حاجه، بيروح في الليل لشقته القديمه اللي لسه ما خلصتش لغايه دلوقتي، وبياخد منها دلوقتي اسلحته وعده الشغل. بعدها بيروح ديكستر للحانه اللي بيسهر فيها بينيتو، وبيفضل يراقبه كويس. ولكن ديكستر الصراحه بيتعب، فبينام في العربيه. وبيصحى دلوقتي على ظابط كده بيجيله. الظابط ده بيساله ليه نايم هنا، فبيعتذر له ديكستر وبينتهي الموقف. وفي الوقت ده بيكون خرج بينيتو من الحانه، ولكن ديكستر مش بيقدر يمشي وراه ولا يخطفه، عشان الظابط اللي شافه من شويه ده ممكن يكون لسه مركز معاه. فبيقرر ديكستر ان هو ياجل موضوع القتل ده لتاني يوم. بيروح ديكستر بقى لشغله، وبيبدا هو وماسوكا يبحثوا عن عينه الدم القديمه اللي لقيوها في بيت ليزا لو تفتكر. وبيكتشفوا دلوقتي ان عينه الدم دي بترجع لواحده اسمها فيونا، ماتت سنه 1979 بنفس الطريقه اللي ماتت بيها ليزا. وطبعا ده بيخليهم يستغربوا حبتين، لكن كل ده بقى مش مهم. المهم حاليا ان لاندي بيجي لديكستر وبيطلب يتكلم معاه. فبيمشي ماسوكا وبيقعد لاندي مع ديكستر، وبيعرفوا حاليا انه بيبحث عن قاتل متسلسل من 15 سنه. القاتل المتسلسل او السفاح ده لاندي مسميه سفاح الثالوث. وسر اختيار لاندي للاسم ده هو ان السفاح المجهول ده بيظهر كل سنه في مدينه معينه، وبيقتل 3 ضحايا بنفس الطريقه، ومش بيسيب عليه اي دليل، وبيهرب بعد كده من غير ما يسيب اي اثر ولا حد بيعرف يوصل له. وسفاح الثالوث ده بيقتل ضحاياه بنفس الطريقه اللي ماتت بيها ليزا. وده معناه ان السفاح موجود حاليا في ميامي، وهو اللي قتل ليزا، وهيقتل 2 كمان قريب جدا. وبيعرف لاندي ديكستر انه عاوز يوصل للشخص ده، وعاوزه ديكستر يعني ان هو يساعده في الموضوع. في اللحظه دي ديكستر بيوافق جدا على كلام لاندي، وبيعرف لاندي برضو ان سفاح الثالوث ده ما بداش جرائمه من 15 سنه، ولكن بداها من 30 سنه لما قتل فيونا في عام 1979. في اللحظه دي بيتصدم لاندي، وبيقول لديكستر ان ده اكتر سفاح قدر يهرب من العداله، ولازم يوصل له باي شكل. بيوافق ديكستر على كلامه، وبيعرفه انه هيساعده. بعدها بيسيب لاندي ديكستر وبيمشي، وبيقابل ديبرا في الاسم. وبتتصدم بقى ديبرا، لان طبعا يعني كان في علاقه حب قديمه بينها وبين لاندي زي ما شفنا قبل كده. وبتعرف ديبرا دلوقتي انها هتخش في حيره كبيره الفتره الجايه ما بين لاندي والشخص اللي هي بتحبه حاليا، الا وهو انطوان. لكن يعني ده مش مهم حاليا. المهم فعلا ان في نفس اليوم ده بالليل بيقرر ديكستر انه هيخلص على بينيتو بقى عشان يخلص من وجع دماغه. فبالتالي بيروح لبيت بينيتو وبيخطفه، وبياخده بقى للحلبة المهجورة، وبيربطه في ترابيزة كده هناك، وبياخد منه عينة دم كالعادة بيحتفظ بيها. وبيقرر بعدها يقتله. بس ديكستر يا صديقي ما بيكونش مركز الصراحة بسبب التعب الكبير وقلة النوم اللي حصله اليومين دول. والمشكلة ان ريتا بتكلمه حاليا وبتعرفه ان ابنهم هاريسون تعبان جدا هو التاني. فبيلاقي ديكستر وبيعرف انه جاي لها بسرعه. وبيبدا بقى ديكستر في اللحظه دي يحس ان حياته الجديده مش هتنفع مع اسلوبه كقاتل متسلسل، لكنه في كل الاحوال بسرعه بيخلص على بنيته وبيقطع جثته وبياخدها دلوقتي عشان يتخلص منها وبيمشي. بيسوق بعدها ديكستر عربيته وبيتحرك في طريقه، لكن هو بيكونش مركز نهائيا بسبب قله النوم زي ما بقول لك، وبيفضل يتخيل ابو هاري. ومره واحده بيتخيل ابو هاري قدام العربيه بتاعته، فبيحاول يتفاداه وبينحرف عن الطريق. فهوب بتتقلب العربيه بديكستر، وطبعا يا صديقي هاري ما كانش موجود ولا اي حاجه، ودي مجرد هلاوس بس من عقل ديكستر اللي محتاج ينام اكتر من اي حاجه تاني. عموما بعد ما ديكستر عمل الحادثه بيصحى بيلاقي نفسه في عربيه الاسعاف، وما بيكونش فارق مع ديكستر اي شيء الا جثه بنيتو اللي كانت موجوده في العربيه ومتقطعه. وبيخاف ديكستر جدا الصراحه ان حد يلاقي الجثه دي، لدرجه انه بيكون عاوز ينزل دلوقتي من عربيه الاسعاف، ولكن طبعا المسعفين بيوقفوه. في المجمل بيتنقل ديكستر المستشفى، وبيجيله دكتور وبيعرفوا ان عنده ارتجاج خفيف في المخ من اثر الحادثه. وبيعرفوا كمان الدكتور انه محتاج يفضل هنا شويه تحت الرعايه. بس برضه ديكستر بيرفض لانه عاوز يخلص من المصيبه اللي معاه. ومش بيفوت وقت طويل وبتوصل ريتا للمستشفى عشان تطمن على ديكستر. فبيعرفها ديكستر انه بخير، وبيخرجوا دلوقتي من المستشفى.
بعدها بيروحوا على البيت وبتحاول ريتا تقنع ديكستر انه يفضل في البيت فتره وياخد اجازه، ولكن ديكستر بيرفض لانه طبعا عاوز يشوف الجثه بتاعت بينيتو دي ويتخلص منها. بس في العموم بيروح دلوقتي ديكستر على الشغل وبيسجل حضوره، وبيقرر بعدها يروح يشوف العربيه لان طبعا الجثه لسه فيها. بس قبل ما ديكستر بيروح اي مكان بيجيله لاندي وبيفضل يساله عن جثه ليزا بيل، لو قدر يعني يكتشف فيها اي حاجه كده ولا كده. بس ديكستر بيعرفه انه ما اكتشفش اي حاجه، وبينصح لاندي انه يتعامل مع ديبرا لانها هي اللي ماسكه القضيه دي، وبيسيبه بعد كده ديكستر وبيمشي. بعدها بيروح ديكستر على عربيته في الجراج الخاص بالعربيات اللي عملت الحادثه، وبيدور في العربيه على جثه بينيتو، لكنه يا صديقي مش بيلاقيها، وبيلاقي بس شنطه الاسلحه اللي بيقتل بيها دايما. فبيستغرب ديكستر هي الجثه راحت فين، لكنه مش بيهتم بالموضوع دلوقتي وبياخد شنطه الاسلحه وبيمشي. بعدها بتجيله مكالمه من انجل، وبيعرفوا انجل ان في سائح ما يعني اتقتل في فندق معين، ودي تاني جريمه قتل تحصل بنفس الشكل، وهو ان السائح ده اتقتل في الفندق ويتسرق كل اللي معاه. واضح ان في عصابه او شخص بيستهدف السياح بالذات وبيقتلهم وبيسرقهم، وبالتالي بيطلب دلوقتي انجل من ديكستر ان هو يروح على مسرح الجريمه ويشوف ايه الحوار. فبيوافق ديكستر، لكن ديكستر قبل ما يروح اي حته بيروح الاول المكان اللي عمل فيه الحادثه عشان يدور بقى على جثه بينيتو في المكان ده، لكنه مش بيلاقيها، وبيعرف ان الجثه ما وقعتش من العربيه بتاعته وقت الحادثه. وبالتالي بيكون ديكستر مش قادر يفتكر هو ودى الجثه فين بالظبط، ودي حاجه بتكون هتجننه. بعدها بيروح ديكستر لمسرح الجريمه اللي بيكون فيها دلوقتي كوين، وكون حاليا بيقابل الصحفيه اللي اسمها كريستين وبيتكلم معاها. وبعد يعني ما بتمشي بتيجي دلوقتي ماريا وبتطلب من كوين ان هو يوقف كلام مع الصحفيه دي، لانها كتبت كتير في الجريده بتاعتها عن الجريمه بتاعت السائح الاولاني اللي كوين قال لها فيها على معلومات كتير. فبيوافق كوين على كلام ماريا وهو مكسوف الصراحه وبيعدي الموقف. بعد كده بيبدا ديكستر يفحص مسرح الجريمه وبيقدر يلاقي عينه دم غريبه في المكان غير دم الضحيه. فبيفرح ديكستر وبياخد العينه دي لانه بيظن انها من القاتل نفسه، وبالشكل ده هيقدر يوصل له. اثناء بقى ما كان ديكستر بيقوم بشغله بنشوف كوين وهو بيسرق فلوس كانت موجوده في مسرح الجريمه، وبيعرف ديكستر كده ان كوين مش ظابط شريف قوي زي ما الكل فاكرين. في المجمل بعدها بيروح ديكستر لحلبة الملاكمة اللي قتل فيها بينيتو، لكنه مش بيلاقي بينيتو وبيلاقي بس بقعة دم في الحلبة. فبيستغرب ديكستر انه ما نضفش الحلبة كويس وراه، وبيعرف ان حياته الجديدة بقت تأثر على شغله كقاتل متسلسل وبدأ يغلط. المهم يعني ديكستر بينظف البقعة بتاعة الدم دي وبيقرر يكمل بحث عن جثة بينيتو. بعد كده بيروح ديكستر على شغله، واول ما بيوصل بيقابل كوين اللي بيحاول يتودد لديكستر كتير ويقرب منه. وطبعا كوين بيكون بيعمل كده لان ديكستر شافه وهو بيسرق، فيعني بيحاول كوين ان هو يقرب له عشان ما يفضحوش، لكن ديكستر ولا بيفرق معاه كل ده ولا بيهتم بكوين اصلا، وبيدخل بقى يشوف شغله. بعدها بيروح ديكستر تاني لحلبة الملاكمة عشان يدور على جثة بينيتو، لكنه مش بيوصل لحاجة. وبيجيله في الوقت ده مكالمة من لاندي بيسأل بقى ديكستر لو وصل لأي حاجة من قضية ليزا بيل، لكن ديكستر بيعرفوا انه ما وصلش لسه لحاجة. فبيعرفوا لاندي ان سفاح الثالوث اكيد هيرتكب جريمة تانية قريب جدا وهيقتل ست. المرة دي بقى هيقتل ست متجوزة وعندها طفلين، لان ده الاسلوب بتاع سفاح الثالوث، انه بيقتل دايما الضحية الاولى بتكون عادية يعني بنت شابة، والضحية التانية بتكون ست متجوزة ومخلفة طفلين واكبر من الضحية الاولى بشوية حبتين. وبيعرف لاندي ديكستر انهم لازم يوصلوا له قبل ما يعمل مصيبة زي دي. فبيوافق ديكستر على كلامه وبيقفل المكالمة. بنشوف بقى على الناحية التانية ان سفاح الثالوث فعلا بيراقب حاليا ست متجوزة وعندها طفلين، وبيكون ناوي انه يقتلها، ولسه ما نعرفش هيعمل كده ازاي. بس ديكستر دلوقتي بيلاقي دم مرة تانية في حلبة الملاكمة، وبيستغرب الدم ده جه منين اصلا، وهو قبل كده اصلا كان منظف المكان. المهم يعني بيبص ديكستر فوقيه فبيلاقي كيس الملاكمة مرفوع فوق بقعة الدم، وبيعرف ديكستر ان جثة بينيتو في الكيس بتاع الملاكمة ده، انه واضح كده انه خباه هناك، وواضح ان دم بينيتو بيقع من الكيس. فبينزل بقى ديكستر الكيس وبيلاقي فيها فعلا جثة بينيتو، وبيعرف انه خباها هنا ولكن ما كانش فاكر الصراحة يا صديقي. وبالتالي بياخد الجثة وبيتخلص منها وبتتحل مشكلة بينيتو، ولكن ديكستر مستغرب ازاي ينسى كل ده. عموما على الجانب الاخر بنشوف ان ديبرا لسه بتبحث في جريمة ليزا بيل، وبتعرف ديبرا ان في ست اتقتلت زي ليزا بيل بالظبط كده بنفس الشكل وفي نفس البيت من 30 سنة، والست دي اسمها فيونا، والقاتل اللي متهم بقتلها هو جوزها اللي اتحبس سنين طويلة جدا ولسه خارج من السجن من قريب. فبالتالي بتروح بقى ديبرا ولاندي يحققوا مع جوز فيونا ده، وبيقول لهم انه من 30 سنة ما قتلش مراته، ولكن الشرطة ضغطوا عليه فاضطر غصب عنه يعترف بالجريمة اللي هو ما عملهاش. في اللحظة دي بيتكلم لاندي مع ديبرا وبيعرفها انه الصراحة مقتنع بكلام جوز فيونا، ومقتنع ان اللي قتل فيونا زمان وقتل ليزا دلوقتي هو سفاح الثالوث اللي لازم يوصلوا له. فبتوافق ديبرا على كلامه وبتقتنع هي التانية. بعدها بتكون ديبرا مش مرتاحة الصراحة لعودة لاندي دي وانه بيشتغل معاها حاليا بعد يعني قصة الحب الفاشلة اللي كانت بينهم في الموسم الثاني. وعشان ديبرا تحط حد لكل ده
بتروح بقى في مره للاندي وبتعرفه انها حاليا مرتبطه بانطوان وبتحبه ومش عاوزه يعني انها ترجع له تاني. فبيعرفها لاندي انه ما جاش هنا عشان يرجع لها، بل جه عشان يوصل للسفاح الثالوث اللي بيطارده ليه 15 سنه. في الوقت ده بتتصدم ديبرا لانها كانت فاكره ان لاندي لسه بيحبها، فبالتالي بتسيبه وبتمشي من غير ولا كلمه زياده، وهي مقرره انها مش هتبعد نهائيا عن انطوان. في كل الاحوال في نفس اليوم ده بالليل بنشوف سفاح الثالوث مع الست اللي خطفها واللي اسمها تارلا، وحاليا بقى بياخد سفاح الثالوث تارلا وبيروح بيها المستودع مهجور كده، وبيطلع بيها المكان عالي جدا في المستودع، وبيطلب منها طلب بسيط جدا الا وهو انها تنتحر من هنا. في الوقت ده بتخاف تارلا وبترفض تعمل كده الصراحه، بس بيعرفها سفاح الثالوث انها لو ما انتحرتش من هنا هيروح حاليا لبيتها وهيقتل جوزها وهيجيب عيالها الاتنين وهيرميهم قدام عينيها لحد ما تقرر انها تقتل نفسها. طبعا بتترعب تارلا بمعنى الكلمه وبتقول لسفاح الثالوث انها خلاص هتقتل نفسها، بس بتطلب منه ان هو اللي يزقها بنفسه من على المبنى لانها خايفه ترمي نفسها. لكن سفاح الثالوث المجنون بيرفض وبيقول لها لا، انت اللي لازم ترمي نفسك. فبتخاف تارلا اكتر واكتر، بس بتفتكر اولادها وان الشخص المجنون اللي قدامها ده ممكن بمنتهى السهوله يقتلهم، فبالتالي بتقرر تقتل نفسها. وفعلا في مشهد صادم تارلا بترمي نفسها وبتقع ميته. ساعتها بقى بمنتهى الهدوء بينزل سفاح الثالوث جنبها وبيطلع ماده غريبه كده وبيعمل جنب جثتها علامه بالماده دي عباره عن شرطه كده، وبياخد بعضه وبيمشي اكنه ما عملش اي حاجه. بعدها بيروح سفاح الثالوث بيته وبيقعد هناك يشرب مع نفسه وهو متخيل انه قاعد بيشرب مع حد مش لوحده. وده بيوضح لنا شويه ان سفاح الثالوث ده غالبا عنده انفصام في الشخصيه وشخص مش طبيعي، ولسه هنشوف الصراحه جنان اكتر واكتر منه. خليك مركز معايا. في كل الاحوال تاني يوم بيتجمعوا ماريا وانجل والكل في الاسم، وبيكونوا لسه لغايه دلوقتي ما عرفوش عن تارلا اللي ماتت دي، وعشان كده بيتناقشوا دلوقتي على موضوع الشخص اللي بيقتل السياح، واللي طبعا بيكون ديكستر دلوقتي قدر يحدد هو مين. ومن الاخر هو شخص مجرم في المدينه اسمه جوني روز، وبيكونوا الكل شاكين ان جوني روز عنده صديقه كده بتساعده في جرايمه، او على الاقل تعرف مكانه، اسمها الصديقه دي نيكي. فبناء عليه بيروحوا ماريا وانجل لبيت نيكي بحيث يستجوبوها، وبعد وقت مش طويل بتوصل نيكي للمكان وبيكون معاها دلوقتي جوني روز. واول ما بيشوفوا ماريا وانجل بيتجننوا وبيطلعوا اسلحتهم وبيضربوا عليهم نار، لكن انجل وماريا مش بيتصابوا وبيتبادلوا معاهم اطلاق النار، وفي النهايه بيقدروا جوني ونيكي يهربوا. ولكن الاخبار الحلوه هي ان الكل دلوقتي اتاكدوا ان جوني ونيكي هم السفاحين اللي بيقتلوا السياح، وبالتالي بيقرروا يدوروا عليهم لغايه ما يلاقوهم. على الجانب الاخر بقى بيروح ديكستر وكوين ومعاهم ديبرا وماسوكا وكمان لاندي للمكان اللي اتقتلت فيه تارلا، وبيقول لاندي انهم لو بحثوا في السجلات هيعرفوا ان تارلا دي متجوزه وعندها طفلين، لان دي مواصفات الضحيه الثانيه للسفاح بتاع الثالوث. وبيعرفهم كمان لاندي ان اكيد في حادثه شبيهه للحادثه دي حصلت من 30 سنه، ان سفاح الثالوث دايما بيعيد جرايمه بنفس الشكل. الكلام ده بقى يا صديقي بيخلي ديبرا تستغرب حبتين وبتقرر تبحث في الموضوع اكتر، رغم ان كوين بيكون شايف ان دي حادثه انتحار عاديه، لكن ديبرا مش بتسمع كلامه. وبتبدا بقى ديبرا تبحث في الارشيف وفي القضايا القديمه لحد ما بتلاقي ان من 30 سنه في ست فعلا انتحرت من نفس المستودع وماتت بنفس الشكل ده، والست دي كانت في نفس السن بتاع تارلا وعندها برضه طفلين زي تارلا بالظبط. واهل الست بقى اللي انتحرت من 30 سنه المفروض ان هم يعني قالوا انها جريمه قتل مش انتحار، ولكن ما كانش في اي دليل يثبت انها جريمه قتل، فالقضيه اتسجلت انها انتحار واتقفلت. ولكن حاليا مع حادثه تارلا اتاكدت ديبرا انها كانت جريمه قتل، وان حادثه تارلا مرتبطه بيها والقاتل واحد الا وهو سفاح الثالوث، وبالتالي بتقرر ان هي تعتبر القضيه دي مرتبطه بقضيه ليزابيل، وبتقرر تكمل بحث ورا السفاح ده. بعيدا بقى عن كل ده بنشوف ان ديكستر عنده مشكله من نوع خاص، لان ديكستر حاليا بيكون في حفله شوا مع جيرانه في الحي، وحاليا جيرانه بيتكلموا معاه وبيعرفوا ان في مخرب في الحي بيدخل بيوتهم وبيخربها بدون اي سبب، وانهم لازم يعرفوا مين المخرب ده. طبعا بيتضايق ديكستر جدا لان مادام في مخرب في الحي ومادام الكل هيجتمعوا عشان يدوروا عليه، ده معناه ان ديكستر مش هيكون عنده حريه يتحرك براحته من مراقبه جيرانه، فبيقرر ان هو لازم يلاقي المخرب ده باي شكل عشان يخلص من المراقبه دي. في كل الاحوال تاني يوم بيصحى ديكستر فبيلاقي ان في حد رسم رسومات غريبه على باب بيته، وبيعرف ديكستر ان اكيد ده المخرب بتاع الحي. وبيلاقي على فكره ديكستر كمان عبوات طلاء اللي المخرب بتاع الحي استخدمها عشان يبوظ الباب بتاع ديكستر، فبياخدها دلوقتي ديكستر لان اكيد هيكون عليها بصمات المخرب. في نفس اليوم بالليل لما بيرجع ديكستر من شغله بيلاقي كل جيرانه في الحي مجتمعين في بيته عشان يشوفوا هيعملوا ايه في موضوع المخرب ده، ومن ضمن الجيران دول شاب كده اسمه جاس، واللي بقى ابن راجل اسمه اندي. ولان جاس صديقي مشاغب بيشك ديكستر شويه ان هو المخرب، فبالتالي بياخد ديكستر علبه مشروب كده كان جاس بيشرب منها، وتاني يوم بيروح على شغله وبيطابق البصمات دي مع البصمات اللي كانت موجوده على عبوه الطلاء اللي كانت معاه، ويلاقي دلوقتي متطابقين. فبيعرف ديكستر ان جاس هو مخرب الحي، وبالتالي بيقرر ديكستر ان هو يواجهه
وفي نفس اليوم ده بالليل بيلبس بقى ديكستر قناع وبيروح يراقب بيت جيس، وبعد وقت مش طويل بيلاقي اندي ابو جيس خارج من البيت وبيمشي في طريقه. بعدها بيخرج جيس وبيمشي في طريقه، فبيمشي ديكستر وراه عشان يعني يراقبه ويعرف هو مخرب الحي ولا لا. بس المشكله ان جيران ديكستر كانوا بيراقبوا الحي كله وبيشوفوا ديكستر وهو لابس القناع الغريب، فبيفتكروه هو مخرب الحي، فبيبداوا بقى يطاردوا ديكستر لكنه بيهرب منهم وبيرجع لبيته بسرعه. تاني يوم بقى بيلبس ديكستر القناع تاني وبيقتحم بيت جيس عشان يتاكد هو مخرب الحي ولا لا، ولكن ديكستر حاليا بيلاقي جيس نايم في سريره، فبيعرف انه مش مخرب الحي. وقبل ما ديكستر بقى يمشي من البيت بيلاقي اندي جاي من بره، وبالتالي بيعرف ان اندي هو مخرب الحي. فبالتالي بيروح ديكستر لاندي وهو لابس القناع عشان ما يعرفوش، وبيثبته وبيقول له انه ما يعملش اللي بيعمله ده تاني. ففي الوقت ده اندي بينهار وبيعرف ديكستر ان مراته ماتت وانه خسر شغلانته وقريب قوي هيخسر بيته، وده اللي بيخلي اندي يتغاظ ويغير من اهل الحي كلهم، فبالتالي بيخرب بيوتهم. في اللحظه دي بيتصدم ديكستر من كل ده، لكنه مش بيتراجع وبيعرف اندي انه لو فكر يخرب اي حاجه في الحي تاني هيخلص عليه. فبيخاف اندي وبيعرفه انه مش هيعمل كده تاني، وبالشكل ده بيكون خلاص ديكستر يا صديقي خلص من مخرب الحي. بالتالي بيرجع ديكستر لبيته وبيلاقي في الوقت ده كشافات ضخمه قدام البيت كانوا اهل الحي عاملينها عشان يعني يراقبوا مخرب الحي. ولان الكشافات دي بتضايق ديكستر بيجيب دلوقتي خشبه كده وبيكسرها. بس في الوقت ده بتخرج ريتا من البيت وبتشوف ديكستر، فبتتصدم وبتفتكر ان هو ده مخرب الحي. تاني يوم بقى بنشوف ان ريتا بتاخد كودي واستور وهاريسون ابنها هي وديكستر، وبتقرر تروح رحله كده بعيد شويه عن ديكستر لانها متضايقه منه بعد ما افتكرت ان هو مخرب الحي. وبنشوف على فكره ان ديكستر بيعمل نفسه متضايق ان ريتا والاولاد هيسيبوه ويروحوا رحله، رغم ان الحقيقه يعني انه فرحان جدا جدا ان ده هيديله حريته ويقدر ان هو يراقب ضحيته الجديده. وفعلا بيروح بقى ديكستر يراقب الضحيه الجديده واللي بتكون شرطيه اسمها زوي. طب مين زوي دي وعملت ايه بالظبط عشان ديكستر يراقبها ويقرر يقتلها؟ وعشان نعرف اجابه السؤال ده يبقى لازم نرجع حبه للماضي. بنشوف ديكستر وهو مع طبيب شرعي كده اسمه سام وبيتكلموا سوا، فبنعرف من كلامهم ان المفروض ان في رجل عصابات اسمه داريوس قتل جوز زوي وبنتها وبعد كده هرب من المكان بعد ما ضرب نار على زوي. ولكن سام بقى بيكون شاكك ان زوي هي اللي قتلت جوزها وبنتها وانها هي اللي دست دم داريوس في مكان الحادثه عشان تقول ان هو القاتل، خصوصا يعني ان كان في مشاكل بينها وبين داريوس ممكن تخليه يعمل كده. والشيء اللي بيأكد بقى النظريه دي ان داريوس اتقتل بعدها بشكل غامض، وده خلى سام يشك جدا ان زوي قتلت جوزها وبنتها وضربت النار على نفسها واتهمت داريوس بكل ده بعدها قتلته. وعشان كده بقى ديكستر قرر ان هو يراقبها، ولو اتاكد انها هي القاتله هيخلص عليها زي ما بيعمل في كل ضحاياه. المهم ديكستر بيقعد بقى يدرس الادله وبيقول عشان يتاكد ان زوي هي القاتله لازم يزور بيتها، فبالتالي بياخد ديكستر على بيته وبيروح يزور بيت زوي، فبيلاقي زوي قاعده مع صحابها، فبيعرف على طول انه مش هيقدر يدخل البيت حاليا ويدرسه. ولكن ديكستر برضه بيشوف ان البيت معروض للبيع، فبيقرر يعمل نفسه مشتري ويجي يزور البيت ويفحصه ويلاقي يعني اي دليل كده ولا كده يثبت ان زوي هي القاتله. وفعلا تاني يوم بيروح بقى ديكستر بيت زوي وبيقابل زوي، بيسلم عليها بشكل طبيعي وبيبدا بقى يلف في البيت يشوف اي دليل كده ولا كده يثبت ان زوي هي القاتله، لحد ما بيلاقي على فكره جزء من جوانتي كده غالبا كانت زوي لابساه وقت ارتكابها الجريمه، فبياخد الجزء ده من الجوانتي عشان يدرسه وبيمشي من المكان اكنه ما عملش اي حاجه. بعدها بيروح ديكستر شغله وبيدرس الجوانتي بتاع زوي ده وبيتاكد انه فعلا كانت زوي لابساه وقت ارتكاب الجريمه، وبيتاكد بما لا يدع مجالا للشك ان زوي قاتله، فبيقرر انه هيخلص عليها. المهم ديكستر بقى بعد كده بيكون ماشي بعربيته عادي خالص، وفجاه بيلاقي عربيه شرطه بتوقفه، فبيقف بتجيله حاليا زوي وبتعرفه بدون مقدمات كده انها عارفه انه بيبحث وراها، وبالتالي لازم يوقف بحثه ده والا هتزعله جامد، وبتسيبه وبتمشي. طبعا عمليه زوي ده بياكد لديكستر اكتر واكتر انها هي القاتله، وبيقرر دلوقتي ديكستر في طريقه ان هو يستدرج زوي عشان يعني يخلص عليها ويقتلها. وبتكون على فكره خطه ديكستر بسيطه، الا وهي انه بيتصل بالاسم اللي زوي شغاله فيه وبيطلب منهم ملفات عن داريوس اللي المفروض ان هو متهم بقتل زوي. وطبعا بتعرف زوي بالكلام ده يا صديقي، فبالتالي بتمشي ورا ديكستر لحد ما بيقف في بنزينه كده، وبتاخد بقى ديكستر لحمام بنزينه وبتثبته وبتقول له يوقف بحث عنها والا بجد هتاذيه. لكن ديكستر بيعرفها انه بحث اكتر واكتر وراها ويعرف انها القاتله، فبتتجنن زوي لكنها مش بتعمل حاجه. في نفس اليوم ده بقى بالليل بنشوف ديكستر في بيته مستني زوي لانه عارف اكيد انها هتيجي تخلص عليه، وصلنا ديكستر على فكره كان في محله لان فعلا زوي بتقتحم دلوقتي بيت ديكستر، وساعتها ديكستر بيروح لها وبيفضل يتقاتل معاها لحد ما بيقدر يخدرها. بعد شويه بقى لما بتفوق زوي بتلاقي نفسها مربوطه على ترابيزه وقدامها ديكستر كالعاده، وحاليا بياخد ديكستر منها عينه دم، وفي النهايه بيقتلها غير مأسوف تماما عليها، وبكده يكون ديكستر نفذ المهمه بافضل شكل ممكن. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان لاندي ومعاه ديبرا لسه بيبحثوا ورا قاتل الثالوث،
وبيقول لاندي لديبرا ان قاتل الثالوث ده هيقتل ضحيته الثالثه في حانه كده زي ما قتل ضحيته الثالثه من 30 سنه في حانه معينه برضه، وبالتالي هيروح لاندي يعين الحانه دي يتاكد يعني اذا كان سفاح الثالوث هينفذ جريمته الثالثه هناك ولا لا. وتعرف لاندي بيفكر بطريقه صح الصراحه، لاننا على الجانب الاخر بنشوف ان سفاح الثالوث بيبحث عن الحانه دي، وفي نفس الوقت بيكون عارف ان لاندي بيدور عليه لان كريستين صديقه كوين كتبت كده في الاخبار. المهم يعني تاني يوم بيروح لاندي يعاين المكان بتاع الحانه، وبيروح بقى سفاح الثالوث يعاين المكان عشان يظبطوا لارتكاب جريمته الثالثه. الفكره بقى ان سفاح الثالوث بيشوف حاليا لاندي بيراقب المكان وبيعرف ان لاندي وصل له فبيتجنن، وبيروح بقى لاندي وبيعمل نفسه خبط فيه بالغلط وبيسيبه وبيمشي. وبيستغرب طبعا لاندي من طريقه الشخص ده وبيشك انه سفاح الثالوث، فبيقرر انه هيبحث وراه شويه. في نفس اليوم ده بالليل بتروح بقى ديبرا للاندي تقعد معاه في البيت شويه، واخر اليوم بياخدها يعني يوصلها، ويا ريته ما عمل كده لانه بدون مقدمات بيتضرب نار على لاندي وديبرا وبيقعوا في الارض سايحين في دمهم. وطبعا بنعرف ان سفاح الثالوث هو اللي ورا كل ده عشان لاندي ما يوصلوش. في كل الاحوال تاني يوم بيوصل ديكستر لمكان الحادثه وبيكتشف ان لاندي للاسف مات، ولكن بيعرف ان ديبرا عايشه ولكن في حاله حرجه، وبيشوفها دلوقتي وهم بينقلوها للمستشفى فبيرتاح شويه. بعد كده بتتكلم ماريا وانجل مع ديكستر وبيعرفوه ان كوين شاكك ان اللي قتل لاندي وديبرا هم نيكي وجوني اللي بيقتلوا السياح، وبيكون كوين شاكك في كده لان كل حاجه كانت مع ديبرا ولاندي اتسرقت بعد ما اتقتلوا زي ما جوني ونيكي بيعملوا دايما. في الوقت ده بيكون ديكستر مش مقتنع بالكلام ده، وبيكون مقتنع تماما ان سفاح الثالوث هو اللي ضرب عليهم نار وقتل لاندي عشان يبحث وراه، وما قتلش ديبرا لانه ما يعرفش انها بتدور وراه. وبناء عليه بيقرر ديكستر ان هو يوصل لسفاح الثالوث لو ايه حصل. فبالتالي بيطلع ديكستر للغرفه اللي كان لاندي عايش فيها في فندق كده، وبياخد كل تسجيلات لاندي عن سفاح الثالوث وكل التقارير اللي كان عاملها عنه وكل شيء يعني ممكن يساعده يوصل له. بعدها بيروح ديكستر لاخته ديبرا في المستشفى وبيطمن عليها انها بخير. بعد كده بتوصل ريتا للمكان وبتعرفوا ريتا حاليا انها اكتشفت ان شقته القديمه لسه هو محتفظ بيها، وبتعرفوا ريتا بقى انها عارفه انه بيخونها في الشقه دي. فبيفضل ديكستر يقول لها انه ما بيعملش كده، لكن ريتا مش بتصدقه فبيسكت ديكستر خالص وبيمشي. بيروح بقى ديكستر لشقته دي وبيفضل يسمع تسجيلات لاندي عن السفاح بتاع الثالوث، واللي بيعرف ديكستر دلوقتي ان لاندي كان مسميه ترينتي، فبالتالي هنقول على سفاح الثالوث من هنا ورايح ترينتي عشان يعني اسهل الصراحه. المهم ديكستر بيعرف من التسجيلات دي المكان اللي ترينتي هيعمل فيه جريمته الجايه، والمكان ده بكل بساطه هو عباره عن شركه كده كانت زمان حانه زي ما قلنا. فبالتالي بيروح ديكستر عند الشركه دي وبيفضل يراقبها، وبيلاقي في الشركه دي حارس امن كده، فبيعرف ديكستر ان ترينتي اكيد هيقتله. بس ديكستر مشكلته انه ما بيكونش عارف شكل ترينتي نهائيا، ولكن بيفتكر ديكستر ان لاندي قال له انه قابل شخص كده شاكك انه ترينتي. وبيعرف ديكستر برضه ان لاندي اكيد كان مسجل شريط عن الشخص ده بيشرح فيه شكله ومواصفاته، ولكن الشريط او التسجيل ده ما بيكونش فيه حاجات لاندي اللي ديكستر خدها من غرفته. وبيعرف ديكستر ان اكيد الشريط او التسجيل ده كان مع لاندي وقت ما مات. فبالتالي بيروح ديكستر لارشيف الاسم وبيبحث عن الحاجات اللي كانت مع لاندي لما مات، وبيقدر يلاقي الشريط اللي لاندي بيشرح فيه مواصفات ترينتي، فبيحتفظ ديكستر بيه عشان يعني يوصل لترينتي. على ذكر ترينتي بقى فبنشوف انه بيروح للشركه اللي المفروض انه هيقتل فيها ضحيته الجديده واللي بيكون راجل. بيفضل بقى ترينتي يلف في الشركه مع حارس الامن اللي هناك وبيقرر يعني انه هيقتله، ولكن بيقابل ترينتي شخص كده تاني شغال في كافيتيريا بتاعت الشركه، وبيعرف انه بيكون موجود في الشركه بالليل زيه زي حارس الامن. فبيقرر ترينتي انه هيقتل الشخص ده. المهم ان ترينتي بعد كده بيروح يشتري شاكوش لانه متعود ان ثالث ضحيه ليه يقتله باستخدام الشاكوش. وفي المجمل في اليوم الموعود اللي ترينتي بيقرر يقتل فيه الشخص ده بيروح للشركه. بيشوف ان بعد شويه بيوصل ديكستر هو كمان للشركه وبيدخل يدور على حارس الامن لانه بيكون مفكر ان ترينتي هيقتله. بس ديكستر بيلاقي حارس الامن في الشركه وعادي خالص، فبيسيبه ديكستر من سكات وبيطلع لغرفه المراقبه بتاعت الكاميرات في الشركه. بيفضل بقى يدور على ترينتي هناك لحد ما بيلاقيه في اوضه كده وماسك الشخص اللي قرر يقتله وعمال يضرب فيه بالشاكوش عشان يقتله. واخيرا بيعرف ديكستر شكل ترينتي وبيقرر انه هيخلص عليه. بس المشكله ان ترينتي يا صديقي فجاه بيختفي ومش بيعرف ديكستر يوصل له. فبيخرج ديكستر بره الشركه يراقب المكان كويس لحد ما بيلاقي ترينتي ركب عربيته وانطلق بيها. فبيجري ديكستر وراه بعربيته عشان يقتله لحد ما بيلاقي ديكستر ان ترينتي وصل عند بيته ودخله. فبيروح ديكستر وراه عشان يقتله، لكن ديكستر حاليا بيكتشف ان ترينتي متزوج وعنده طفلين كمان. وفي اللحظه دي بس بيحس ديكستر بحاجه غريبه ومش بيقدر يقتل ترينتي دلوقتي. وبيحس ديكستر ان ترينتي شبهه بالظبط قدام الناس زوج وعنده اطفال، وفي الحقيقه هو قاتل متسلسل ما عندوش قلب. ولسه الصراحه ما نعرفش ديكستر هيتعامل معاه ازاي، بس كله بيبان قدام. على الجانب الاخر
بنشوف ان ماريا وانجل والكل لسه مش عارفين يوصلوا لجوني ونيكي، وعشان كده بيقرر انجل يعمل حركه ذكيه. بكل بساطه بيروح للصحفيه اللي اسمها كريستين وبيطلب منها تكتب خبر ان جوني عنده مرض جنسي خطير، وبيكون انجل بيعمل كده عشان نيكي تختلف معاه، ومن الاختلاف ده هيقدروا يوصلوا للاتنين. وتعرف كلام انجل يا صديقي رغم انه يكون غريب حبتين الا انه صح، لان بنشوف دلوقتي ان نيكي بتشوف في الاخبار الكلام ده عن مرض جوني، وبتحس ان جوني خدعها فبتقرر تقتله. بعد فتره مش طويله بيوصل بلاغ للاسم انهم لقيوا جثه جوني مقتول بضرب النار في مكان معين كده، فبيروحوا بقى الكل يشوفوا الجثه دي. في الاثناء دي بتجيلهم اخباريه ان الشرطه لقيوا بقى نيكي في مكان كده معاها مسدسها اللي قتلت بيه جوني ومنهاره تماما. فعلى طول بيروح انجل وماريا وكوين للمكان وبيقدروا يقبضوا على نيكي، وبيكونوا فاكرين انهم قبضوا على اللي قتلوا لاندي وحاولوا يقتلوا ديبرا، ويعني النجاح ده بيفرحهم كلهم. ولكن في اخبار بقى مش سعيده بتكون مستنيه الكل لما بيرجعوا الاسم، لانهم لما بيرجعوا بيلاقوا ماسيوس رئيسهم في الشغل لو تفتكروا من الموسم اللي فات. ماسيوس حاليا بيروح لماريا وبيعرفها ان الكل عرف بالعلاقه اللي بينها وبين انجل، وبالتالي انجل ما ينفعش يستمر في قسم الجرائم ولازم يتنقل لقسم تاني. فتتصدم ماريا وبتحاول انها ترجع ماسيوس عن قراره ده، بس ماسيوس بيعرفها ان ده قرار نهائي، وبيسيب دلوقتي ماريا محتاره ومش عارفه تعمل ايه وبيمشي. بعد فتره بقى مش طويله بنشوف ديكستر بدا يراقب ترينتي وبيحاول ان هو يعرف عنه اكتر واكتر، وبيقدر ديكستر يعرف روتين يوم ترينتي بالظبط، وبيعرف ان ترينتي اسمه الحقيقي هو ارثر ميتشل، وبيشتغل معلم في مكان كده مرموق. وبعيدا يعني عن كده فحياته الاسريه مستقره بشكل كبير، وفي الحي اللي عايش فيه ده هو شخص مميز جدا، وعشان كده دايما بيروح الكنيسه. وليه قاعده من التابعين هناك، او خلينا ما نقولش تابعين لانها كلمه كبيره شويه، بس نقدر نقول انه شخص ليه تقدير وسط مجتمعه، والكل بيبص له انه شخص شريف ومحترم. وده بقى اللي بيكون هيجنن ديكستر، لانه مش عارف ازاي ترينتي او ارثر قدر يعيش بشخصيتين، وقدر ان هو يخدع الكل وهو قاتل بقاله 30 سنه ومحدش اكتشف ده. وكل الحاجات دي بقى خلت ديكستر معجب بترينتي اكتر واكتر. بعد كده بقى بيكون ديكستر في بيته، وبنشوف ان ريتا بتتعامل معاه بطريقه وحشه جدا بسبب انها عرفت موضوع يعني انه عنده شقه، ويعني هي ما تعرفش ان هو بيقتل فيها بس هي فاكراه بيخونها. لكن ديكستر يعني مش بيعلق على الموضوع وبيروح يتكلم مع ديبرا. اثناء بقى ما هما بيتكلموا بتيجي مكالمه لديكستر من الاسم عن بلاغ لانهم لقيوا جثه راجل مقتول باستخدام شاكوش، وايوه ده ضحيه ترينتي الاخيره. حاليا بقى لما بتعرف ديبرا الموضوع ده بتعرف ان القاتل هو ترينتي زي ما لاندي كان متوقع، وبتكون ديبرا متضايقه جدا ان جوني ونيكي ضربوا عليهم نار ومنعوها هي ولاندي انهم يوصلوا للسفاح، او يعني خلينا نقول ترينتي. المهم ان ديكستر بيسيبها دلوقتي وبياخد بعضه وبيروح لمسرح الجريمه. اثناء ما هم في مسرح الجريمه بيقدر ماسوكا يلاقي ماده غريبه كده شبه الرماد، ودي الماده اللي ترينتي بيسيب علامه بيها دايما جنب كل ضحاياه بعد ما بيقتلهم. فبياخد ماسوكا الماده دي وبيقرر يدرسها عشان يعرف ايه الماده دي بالظبط. المهم ديكستر بيروح على الاسم وبيبدا بقى ان هو يشتغل عشان يحدد اداه الجريمه اللي اتقتل بيها الشخص اللي قتله ترينتي اخر واحد. وبيكون ديكستر طبعا عارف سلاح الجريمه الا وهو شاكوش، لكنه مش بيقول كده دلوقتي لان ديكستر عاوز ياخر الكل انهم يوصلوا لترينتي بحيث يقدر هو يخلص عليه. في كل الاحوال بعد كده بيروح ديكستر للكنيسه اللي بيخدم فيها ترينتي، وبيشوف ديكستر ترابط ترينتي واسرته الكبير جدا، وبيكون ديكستر الصراحه هيتجنن ازاي ترينتي قادر يعمل كل التناغم ده. المهم بيروح ديكستر يتعرف على ترينتي بقى، ولكن مش بيقولوا ديكستر اسمه الحقيقي. ترينتي بدوره بقى بيدعو ديكستر انه يشارك معاهم في حمله خيريه كده بيبنوا فيها بيوت للناس الفقراء، فبيوافق ديكستر بحيث يقدر يقرب اكتر واكتر لترينتي. بعد كده بيروح ديكستر الشغل وبيجي لهم حاليا ماسوكا، وبيعرف ديكستر والكل انه بحث عن الماده الغريبه اللي لقيوها في مسرح الجريمه، واكتشف انها رماد لحد ميت وبالتحديد لانثى، لكن مين الانثى دي محدش قادر يعرف. في الوقت ده بيفكر ديكستر شويه وبيعرف ان اكيد الرماد ده لواحده غاليه على ترينتي، وعشان كده بيسيب اثرها في كل مسرح جريمه ليه. وبيقرر ديكستر ان هو يفهم اكتر الموضوع ده. المهم ديكستر بيروح بعد كده يشتغل مع ترينتي في الاعمال الخيريه، وبيلاقي ان ترينتي بيستخدم الشاكوش اللي قتل بيه اخر ضحيه قدام كل الناس. وبيعرف ديكستر ان ترينتي عنده ثقه في نفسه كبيره لدرجه انه يستخدم اداه الجريمه بتاعته قدام كل الناس. المهم يعني ان ديكستر بيبدا يشتغل مع ترينتي والكل ويقرب لهم اكتر واكتر. بعدها بيرجع لبيته وبيبدا يبحث عن اقارب ترينتي اللي ماتوا زمان. وبيعرف بقى ديكستر ان ترينتي كان عنده اخت اسمها فيرا، ودي اتقتلت في البانيو بتاع بيتها. وبيعرف كمان ان ام ترينتي ماتت منتحره، وبيعرف ان ابو ترينتي مات هو التاني، وفي شخص هاجمه باداه حاده زي الشاكوش وقتله قدام حقنا. وايوه يا صديقي، عشان كده ترينتي بيعيد جرائم القتل دي تاني في ناس تانيه. ولو تفتكر هو الضحيه اللي كانت ليزابيل اللي قتلها في البانيو بتاعها زي اخته، وتاني ضحيه بقى ليه الست اللي خلاها تنتحر زي امه، واخر ضحيه ليه الراجل اللي ضربه بشاكوش على دماغه لحد يعني ما قتله زي ابوه. يعني تقدر تقول كده ان ترينتي مصاب بعقده وبيعيد الجرائم اللي حصلت في عيلته في ناس تانيين.
وعشان كده بيعيد الجرائم بنفس تفاصيلها بالظبط بقاله سنين طويله. في المجمل بيقرر ديكستر يعرف الرماد اللي بيسيبه ترينت دايما في كل جريمه قتل بتاع مين بالظبط في عيلته اللي ماتوا دول. المهم ان ديكستر بيروح مره تانية لترينتي وبيعور نفسه عن قصد، فبياخد ترينتي لبيته عشان يعالجه. وفي الوقت ده بيلاقي ديكستر رماد اخت ترينتي اللي اسمها فيرا، فبيمسك الرماد ده وهنا بيشوفه ترينتي فبياخد منه الرماد وبيضربه وبيقولوا ان ده رماد اخته وما ينفعش يعني ان هو يقرب منه بالشكل ده، فبيعتذر له ديكستر وبيسيبه. وبيكون ديكستر دلوقتي عارف ان فيرا اقرب حد لترينتي وعشان كده بيسيب رمادها في كل مكان يقتل فيه الضحايا بتوعه. المهم ان ديكستر بيعتذر لترينتي مره تانية، فبيعدي ترينتي الموقف وبيهدي ديكستر شاكوش، وايوه ده الشاكوش اللي قتل بيه اخر ضحيه، وبيتفقوا يعني انهم يتقابلوا تاني في اعمال خيريه زي بناء البيوت للفقراء. المهم بنشوف ان ديكستر بعد كده بيقرر ان هو يقلد ترينتي ويصلح علاقته بعيلته، فبالتالي بيعرف ريتا انه خلاص تخلص من الشقه اللي كانت مضايقاها دي، وبينقل دلوقتي كل حاجه تخصه زي عينات الدم بتاعت الضحايا في بيته اللي عايش فيه حرفيا مع ريتا. بيقرر ديكستر من اللحظه دي انه يستخبى وسط عيلته زي ما ترينتي بيعمل بالظبط. اما بقى ديبرا فبنشوف انها لسه عايزه تعرف مين ضرب عليهم النار هي ولاندي، فبالتالي بتروح تحقق مع نيكي وبتعرف من نيكي ان هي وجوني ما ضربوش عليهم نار. وهنا بتتاكد ديبرا ان اللي عمل كده هو سفاح الثالوث او ترينتي عشان يوقف لاندي عن البحث عنه. فبالتالي بتقرر بقى ديبرا انها توصل له وبتروح بقى تعرف الكلام ده لديكستر، فبيتضايق ديكستر لان ترينتي لو عارف انها بتدور عليه ممكن يقتلها، وبالتالي بيقرر ديكستر ان هو هيخلص على ترينتي قبل ما ديبرا تقرب له باي شكل كان. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان ماريا وانجل بيكونوش عارفين يعملوا ايه في المشكله اللي عندهم دي، لان انجل مش عاوز يتنقل من قسم الجرائم بتاعه القتل زي ما ماسيوس طلب. فبالتالي بيقرروا ماريا وانجل القرار الصعب وهو انهم ينفصلوا عشان يعني يحافظوا على شغلهم. فبناء عليه بيروحوا لماسيوس وبيعرفوا انهم انفصلوا تماما وعلاقتهم انتهت، فبيفرح ماسيوس وبيقرر يبقى كل حاجه زي ما هي في قسم الجرائم، وبكده بتتحل المشكله للابد. بعد فتره مش طويله من كل ده بنشوف ديكستر في رحله بحريه